السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وأحسنه. أهلا بكم يا حبايبي في قناة اخترنا لك مع نودي. ولو انت لسه أول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس واختاري كلمة الكل علشان أي حاجة جديدة أنزلها توصلك مني بإذن الله، ولايك طبعا للفيديو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض قرص السكر والقرفة زي بتاعة الفران وأحسن كمان. بصي، هشه من بره وطريه من جوه وتدوب في الاكل دوب. وعملت بقى جنبها كوبايه شاي بالنعناع يا سيدي، او فنجان قهوه بقى، شوفي انت بتحبي ايه واعمليه جنبها. وبصي التسويه بتاعتها هشه ازاي، وبصي السكر مش مكرمل، وريحتها بقى جنان. القرفه فظيعه في القرص. بصي طريه ازاي بيضغط لك عليها، والتسويه بتاعتها من فوق ومن تحت ومن جوه. بصوا عامله ازاي، السكر مش مكرمل. خلي بالك انا هقولك على تركايه عشان السكر ما يكرملش منك وتطلع معاكي النتيجه مظبوطه كده باذن الله. حاجه عظمه تتاكل بقى جنب الفطار جنب العشاء. يلا مع بعض نشوف مقاديرها ونشوف خطواتها. معايا هنا ان شاء الله كيلو دقيق او كيلو طحين زي ما بيقولوا عليه في الدول العربيه، ومعايا هنا خميره فوريه، ومعايا معلقه بيكنج باودر، معلقه فانيليا، رشه ملح صغيره، وهنا معلقتين سكر كبار. معلقتين سكر كبار. هقلب المواد الخام كلها مع بعضها. يبقى المواد تاني: كيلو دقيق او طحين، معلقه بيكنج باودر كبيره، معايا معلقه خميره، معلقه فانيليا، رشه ملح صغيره، ومعلقتين سكر كبار. وهقلب كل ده مع بعضه. وهنا معايا نص كوبايه زيت حاطه فيها مكعبين زبده. حاولي لو انت عايزاها طريه ما تكتريش الزيت، لو انت عايزاها مقرمشه شويه خليها كوبايه الا ربع زيت. ومعايا هنا كوبايه زبادي او لبن زي ما بيتقال عليه في الدول العربيه اهو، يبقى كوبايه زبادي او لبن زي ما بيتقال عليه في الدول العربيه. وهنا معايا كوبايه ميه دافيه. الكيلو دقيق انا بالنسبه للدقيق بتاعي خد كوبايه وربع ميه دافيه. ممكن انت ياخد عندك اقل وممكن ياخد عندك اكتر، يبقى الميه مش معيار، حسب نوعيه الدقيق بتاعتك اللي انت شغاله فيه وحسب ما الدقيق بتاعك بيشرب ميه قد ايه. انا اخد معايا اهو الكيلو دقيق اخد معايا كوبايه وربع ميه دافيه، وكوبايه زبادي او لبن. هقلب كل ده مع بعضه بقى، وبعد كده هشغل اضربهم في العجان. لو انت ما عندكيش العجان مفيش اي مشكله، هتعمليها على ايدك بس هتاخد وقت شويه لحد ما العجينه معاكي تبقى طريه وملساء كده. بصي يعني انا هشغل العجان لحد ما يديني الملمس الطري بتاعها اهو. هنا بعد ما خلصت بقى في العجان هطلعها. الاول هشيل السكينه بتاعت العجان، وبعد كده هطلع العجينه اهي. بصي العجينه طريه وملساء ازاي اهي، بتلزق في الايد وبتطلع عادي. يبقى كده معاكي العجينه ناجحه ومظبوطه. انا مش بحب استخدم اللبن لان اللبن بينشف المعجنات، فانا بحب استبدله بزبادي او اللي هو اللبن اللي بيتقال عليه في الدول العربيه الزبادي بيتقال عليه لبن. هنا بقى بعد ما حطيتها حطيت عليها طبقه زيت ودخلتها الفرن وهو مقفول. هتخمر معاكي بسرعه، وده شكلها بعد ما طلعت من الفرن. هنا بقى تعالوا نحضر الحشوه بتاعتها. الحشوه بتاعتها نص كوبايه سكر، معلقه قرفه كبيره، معلقه دقيق. الدقيق بقى هو اللي هيحافظ لك على السكر ان هو ما يكرملش، يعني يطلع معاكي زي ما طلع في اول الفيديو كده. يبقى معلقه الدقيق او الطحين مهمه، لان هي اللي هتخلي السكر معاكي ما يكرملش ويطلع معاكي مظبوط. يبقى نص كوبايه سكر، معلقه قرفه كبيره، معلقه دقيق. معلش المقطع جه تاني. ده بقى بعد ما طلعت من الفرن بعد ما خمرت. بصي بنزل لك ايدي فيها ازاي، يعني بتشغلي الفرن وتقفليه، وبعد ما بتعجنيها او تطلعيها من العجان بتدخليها الفرن وهو مقفول وتغطيها. بيسرع معاكي عمليه التخمير. وتحطي قبل فوقيها طبقه زيت قبل ما تدخليها الفرن. برضو الزيت بيخلي العجينه تختمر بسرعه، ما بياخدش وقت في التخمير. سواء شتاء او صيف اعملي حركه الفرن دي، مش هتاخد معاكي وقت خالص. يعني كل القرص دي اخدت مني ساعه واحده بس ان انا مستخدمه الفرن. هنا بقى باخد قطعه من العجين كور. هم عملوا معايا 26 قرصه. كيلو دقيق عمل معايا 26 قرصه.
هنا باخد قطعه من العجينه على هيئه كوره بفردها، وبعد كده بحط فيها الحشو بتاعها. بصي بكورها كده شكل البقجه كده اهي. بصي بقفلها، اهم حاجه تقفليها كويس عشان ما يطلعش منك الحشو في الفرن. وطبعا انت بتكوني مشغله الفرن بتاعك على اعلى درجه حراره مثلا وليكن 200. بتحطيها الاول تحت، وبعد ما بتستوي بتطفي تحت وتشغلي الشوايه. لو انت الفرن بتاعك شغال على الاتنين يبقى تحطيها في الرف اللي في النص على درجه حراره 200. اهو هوريكي واحده كمان. اهو باخد بقى بصي قطعه من العجينه. بصي العجينه طريه ولينه ما شاء الله، يبقى كده الخطوات والمقادير بتاعتك مظبوطه باذن الله. بصي بفرد فيها، وبعد كده باخد معلقه من الحشو اللي هو السكر والقرفه ومعلقه الدقيق، وبحطهم على بعض واقفلها كويس من الاربع جوانب، 2 قصاد بعض و2 قصاد بعض اهم كده. وبعد كده زي البقجه كده تقفليها وتكوريها وتضغطي عليها. اي حاجه داخله الفرن انا قلت عليها ما تضغطيش عليها كتير، ضغطه بسيطه. بصي باطراف صوابعك كده. اخلص بقى الكميه كلها واوريلك الصاج بعد ما خلصته اهي. هنا بصي بعد ما اول صاج خلص هغطيها واسيبها تختمر تاني في الفرن وهو مقفول. يبقى كل ما بتخلي عمليه التخمير كذا مره كل ما بتديكي نتيجه ناجحه. بصي هنا بعد ما اختمرت في الفرن وهو مقفول، هنا معايا بيضه ونسكافيه سريع الذوبان، او ممكن لو ما عندكيش نسكافيه سريع الذوبان تحطي معلقه فانيليا. بصي اهو ده عشان يديها وش ويخليها لك طريه. لو انت بقى عايزه تعمليها زي بتاعه الافران هتدهني بدل البيضه هتدهنيها لبن وتحطي فيها سمسم. يبقى بدل البيضه هتستبدليها بلبن. هتجيبي بوله تحطي فيها لبن وتنزلي فيها وش القرصه، وبعد كده تحطي عليها سمسم زي بتاعه الافران بالظبط. بس انا ما كانش متوفر عندي سمسم فحطيت بيضه ومعلقه نسكافيه سريع الذوبان. وده بعد ما طلعت من الفرن. بصوا التسويه عامله ازاي وهشه ومرتفعه على درجه حراره 200. على درجه حراره 200 يبقى المخبوزات عامه لازم تكون على اعلى درجه حراره. وبعد كده يا ولاد عملت بقى كوبايه شاي وحطيت فيها نعناع، وانا مش هعمل العظمه دي كلها من غير ما اعمل كوبايه شاي لنفسي يعني. اللي وصلت معايا هنا لحد كده في الفيديو ما تنسيش اللايك للفيديو والاشتراك وتفعيل الجرس. قناه اخترنا لك مع نودي. وبالهنا والشفا يا حبايب قلبي اللي يجرب طريقه القرص بالسكر والقرفه بخطوات نودي.